السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شفيعنا هدينا إلى كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعين قناتي وقناتكم، قناة كل ما يخص ست البيت. فيديو جديد النهاردة من عند الطيور بتاعتنا. في الفيديو ده هنتكلم عن حاجة مفيدة جدا، حاجة مهمة جدا للطيور. المفروض ان احنا كلنا نهتم بيها. طبعا الموجة كانت حارة جدا في الأيام اللي فاتت، وما زالت الجو حر جدا. فطبعا الحرارة الزيادة دي على الطيور بتكون لازم نتصرف فيها، ولازم نشوف هنعمل ايه مع الطيور بتاعتنا. طبعا محدش سلم من موجة الحر الشديدة الأخيرة دي. الموجة الحر الشديدة دي طبعا بدورها أثرت على الطيور بتاعتنا جدا، أثرت على الطيور بتاعتها. فالمفروض ان احنا نحارب كل الظروف دي عشان نحافظ على صحة الطيور بتاعتنا. وفي الفيديو ده انا هقدم لكم طريقة جديدة، طريقة مهمة جدا. طبعا في الفيديو ده هنتكلم عن موضوع العشب الجميل جدا، العشب المفيد جدا. العشب ده مش مفيد بس للإنسان، العشب ده مفيد جدا للطيور. العشب اللي معانا النهاردة مفيد جدا للطيور، عشبة اليانسون. طبعا كلنا عارفين ان اليانسون ده مشروب كويس جدا، مفيد جدا لصحة الإنسان. مشروب مهم ان هو بيقضي على الإمساك بالنسبة للإنسان. طبعا اليانسون برضو مفيد للإنسان لأنه مضاد للفيروسات اللي في الجهاز التنفسي. اليانسون بيوسع الشعب الهوائية. اليانسون فيه نسبة من البروتين المهمة لجسم الإنسان. طبعا كلنا عارفين أهمية البروتين للإنسان. البروتين ممكن يساعد الناس اللي عندهم السمنة برضو في موضوع التخسيس، لأن كل كيلو من الجسم بيحتاج لجرام من البروتين عشان يحرق الدهون. طبعا اليانسون ان احنا بنشربه عن طريق الغلي، او ممكن بتعمليه زي الشاي الكشري كده، تحطيه وتغطي عليه عشان الزيوت الطيارة اللي جواه ما تتبخرش، اللي بتكون مفيدة جدا للإنسان. احنا قلنا في اول الفيديو ده على اليانسون وفايدته للإنسان، لكن احنا طبعا محتوى قناتنا عن الطيور، فهنتكلم عن فايدة اليانسون بالنسبة للطيور بتاعتنا. اليانسون بالنسبة للطيور له فوائد لا تعد ولا تحصى بالنسبة للطيور بتاعتنا. اليانسون بالنسبة للطيور بتاعتنا بيكون مفيد ازاي؟ اليانسون بيقلل نسبة الفقد او الموت. يعني مثلا ناس بتيجي كده الصبح لسه مثلا داخله على الطيور بتاعتها، فبتلاقي حاجة ميتة، بطة ميتة، فرخة ميتة، على الرغم ان مفيش امراض ولا في اي حاجة. فدي حاجة بتكون، لو انت عايزة تتخلصي منها حاول ان انت تستعملي اليانسون للطيور بتاعتك عشان يقلل نسبة الفقد والموت في الطيور بتاعتك. من فوائد اليانسون بالنسبة للطيور بتاعتنا ان هو مضاد بكتيري. من فوائد اليانسون للطيور بتاعتنا برضو ان هو مضاد للفطريات. حاجة حلوة جدا. اليانسون بتكون مفيدة برضو للطيور بتاعتنا، ان هو بيساعد على الهضم. اليانسون برضو بيفيد الطيور بتاعتنا ان هو بينشط وظائف الكبد. بيساعد اليانسون على تحسين وظائف الجهاز التنفسي. اليانسون بيعتبر غسيل للكلى بالنسبة للطيور. بيساعد الطيور ان هم يتخلصوا من المواد السامة. ميزة اليانسون برضو بالنسبة للطيور ان هو بيرفع المناعة بتاعتهم بقوة جامدة جدا، بيخلي عندهم مناعة كده ضد الامراض والحاجات اللي بتحصل للطيور. طيب اليانسون احنا بنقدمه للطيور بتاعتنا ازاي؟ احنا قلنا برضو في الفيديو اللي قبل كده على موضوع التوم، فقلنا برضو ان الحاجة لو زادت عن حدها دي بتكون مضرة، ولو قلت قوي ما بيكونش لها اي استفادة. فالمفروض ان انت تحطي الحاجة للطيور بتاعتك بالمقدار المظبوط، او بالحاجة اللي هم ممكن يقدروا يستفيدوا منها. اليانسون بنقدمه للطيور بتاعتنا على عمر 4 شهور لحد اخر عمرهم. يعني اول ما الطيور بتاعتك تتم كده 4 ايام بنقدم لهم اليانسون.
بنقدم لهم اليانسون ازاي؟ بيكون النسبة بتاعته نسبة 1 جرام لكل لتر مية، وينفع ان انت تسيبيه للطيور بتاعتك لحد الصبح عادي. يعني المية لو مخلصهاش تسيب المية قدام الطيور بتاعتك لغاية الصبح. احنا بنقدم اليانسون للطيور بتاعتنا في اول نص ساعة من صحيانهم. يعني الطيور بتاعتك انت داخلة عليها اهو، بعد النص ساعة ابدأ ان انت تقدمي اليانسون لهم في اول اليوم كده. وبعد كده لو خلصوه بتخشيه بقى من قدامهم وبتحط لهم مية عادية. اليانسون مشروب سحر للطيور، جربوه للطيور بتاعتكم مش هتندموا خالص، لان انتوا هتستفادوا جدا من اليانسون للطيور. الاعشاب والحاجات دي زي ما هي مفيدة للانسان، الاعشاب برضو الحاجات دي مفيدة للطيور. احنا بنقدم للطيور بتاعتنا الاكل كده عبارة عن وجبتين في اليوم. قدم لهم وجبة الصبح كده اول ما يصحوا من النوم، وحاول الوجبة الاولانية للطيور بتاعتك حاول كده ان هي يكون فيها نسبة بروتين. يعني حاول مثلا تقدم لهم علف، حاول تقدم لهم اي حاجة كده فيها بروتين، علف، فول صويا، الحاجات الدسمة كده اللي بيكون فيها بروتين. الوجبة التانية كده حاول ان هي مثلا تكون بعد العصر كده او في قرب المغرب. زي احنا ما شايفين على الصينية بتاعتنا دي بواقي اكل كده باقية من البيت، فقدم